عليكم الدراري، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نقول لكم شحال ربح اليوم هبات من هاد الوثائقي اللي دار في يوتيوب، وشحال غيدخل منه ديال الفلوس، واش بصح خسر عليه 20 مليون. اليوم غادي نقول لكم كل شيء على هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا راه ما دارش فيه الاعلانات دارهم فقط في الاول ديال الفيديو كيف ما غيطلعوا لك. تاني حاجة، منين غادي يدخل الفلوس عبد الله عباد في الفيديو؟ غيدخلهم من الدونيتي اللي غيديروا ليه في الباي بال. بنادم غادي يعطيه في الباي بال غيصيفط ليه فلوس كيف ما غادي نشوفوا في لي كومونتير، او نخلي الباي بال ديالو هنايا باش بنادم يصيفط ليه الفلوس. كيف ما كتشوفوا معايا في لي كومونتير هما راه كاينين هنايا، بنادم كيصيفط ليه 25 طن كاع لي كومونتير. تخيلوا شحال كاين كومونتير وشحال من واحد غادي يقدر يصيفط ليه الفلوس. غادي نشوفوا 69860 كومونتير، يعني راه كاينه واحد الحصيصه غادي تكون تمايا كبيره. هادشي بلا ما رجعوا شحال يدخل لي هذا الفيديو من يوتيوب، وبلا ما رجعوا شحال ديال لي سبونسور وشحال ديال الشركات غادي يبغيو يتعاقدوا معاه على حساب هذا الفيديو اللي دار. وطبيعة الحال الا خسر 20 مليون راه غادي يدخل الطوبل ديالها بثلاثة المرات في هذا الفيديو، حيت راه دار واحد الضجة اللي كبيرة. كيف ما كتشوفوا وصل 5 المليون و840، راه غير في يومين وصل مليون في 3 سوايع. راه الصراحة هو واحد الفيديو اللي دار ضجة في المغرب. وكيف ما غادي تشوفوا عباد غادي ورا هذا الفيديو غادي يمشي مزيان وغادي يقلع اكثر، حيت هو اصلا راه كان غادي مزيان. ولكن هذا الفيديو عاونو بزاف بزاف بزاف، حيت راه لاشين ديالو ما كانتش كامله مليون، كانت فيها شي 700 وشي حاجه. من ورا الفيديو وصلت المليون و2000 وزياده. هادشي راه ماشي سهل، راه شي حاجه اللي صعيبه، و بصح راه ضرب عليها تماره. وغادي يكون دخل دابا فلوس هاد الوثائق اللي دار. وفي الصراحه وثائقي في المستوى، شي حاجه اللي زوينه، والمغاربه كاملين تفرجوا فيها. كنتمنى تكونوا عرفتوا منين عباد جاب الفلوس ومنين غادي يقدر يدخل الفلوس.